السلام عليكم. ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معذرة بقى على الغيبة الطويلة بتاعت الفترة اللي فاتت وعن اخر فيديو نزلته في سلسلة التكنيكال سيو. بدون مقدمات كتير خلينا نبدأ على طول كده ان شاء الله. اخر حاجة اتكلمنا فيها في سلسلة التكنيكال كان موضوع الجافا سكريبت وعن افضل الممارسات. ولو انت لسه ده اول فيديو تشوفه ممكن ترجع لاول السلسلة عشان تكون معانا على التراك من اوله لاخره. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السايت ستراكشر، والموضوع النهارده يعني لذيذ، يعني مش هنتكلم في حاجات كتير يعني الا وهو موضوع السايت ستراكشر. طيب السايت ستراكشر ده في ناس كتير بتعتقد ان هو حاجه لا تستحق ان هي تكون من ضمن التكنيكال، او حاجه لا تستحق ان هو الواحد يهتم بيها. بس الحقيقه الموضوع مختلف عن كده اطلاقا. انت بتتكلم عن الاستراكشر، يعني انت بتتكلم عن الحاجه اللي المستخدم بيتعامل معاها، بالاضافه الى البوتات بتتعامل معاها. لان صدق او لا تصدق، الناس القديمه واللي فاهمه كويس هيكونوا عارفين الكلام ده، ولو انت جديد وما تعرفش المعلومه فانت كويس انك تعرفها. الاستراكشر بتاع الويب سايت بتاعك بيكون عليه عامل كبير جدا جدا في نجاح او فشل الموقع، بالاضافه الى نجاح او فشل البوتات وهي بتعمل كراولنج. تمام، فالموضوع هنا مش متوقف على المستخدم، الموضوع كمان متوقف على البوتات اللي بتيجي تعمل كراولنج في الموقع بتاعك. تمام. خلينا نجيب موقع مشهور نتكلم عليه. نكتب موضوع. انا هجيب موقع موضوع بس كحاجه مشهوره، بحيث ان الواحد يبقى ايه يعرف يطبق عليها يعني. بس على فكره مش معنى كده ان لما بنجيب موضوع او موقع مشهور ان هو بيكون عامل الحاجه الصح، احنا بس بنجيب حاجه يعني ايه نتكلم عليها. دلوقتي انت لما تيجي تفتح موقع موضوع هتلاحظ ان عندك هنا الدومين، عندك هنا شويه تصنيفات، عندك الاجدد مقالات، الاكثر رواجا وما اعرفش ايه، وهنا متداول وهكذا. تمام. انت عندك هنا انواع مختلفه من المواقع، تمام، او انواع مختلفه من الاستراكشرز اللي انت ممكن تستعملها. تمام. دلوقتي لو انا دخلت على حاجه من دول هلاقي ان هو عندي حاجه اسمها الرئيسيه، عندي حاجه اسمها تغذيه، عندي حاجه اسمها نقص الفيتامينات والمعادن، عندي حاجه بعد كده اسمها نقصان فيتامين د. تمام. ده بينقلني هنا للجزئيه اللي انا عاوز اوصلها لك، وهو ان انا اكلمك على انواع الاستراكشرز الاساسيه ومين افضل استراكشر انت ممكن تستعمله. تمام. عندنا الانواع الاساسيه، خلي الكلام ده بعدين. اول حاجه عندك الفلات ستراكشر، تمام، اللي هو المواقع البسيطه. دايما مواقع المدونات او المواقع او الناس اللي شغالين ادسنس، اغلب الناس دول بيحتاجوا سايت ستراكشر فلات جدا جدا، لان انت مش محتاج حاجه غير كده. يعني مثلا اوريكم الموقع بتاعي اللي كله يعرفه، اللي هو انفينيتي كوتس. الموقع ده تقريبا هو اللي انا بشرح عليه كل حاجه. لو انتوا واخدين بالكم الموقع يعني مفيش اي تعقيد اطلاقا. شويه اقسام هنا، هنا داشبورد بسيطه فيها شويه حاجات، بعد كده الداتابيز اللي بتطلع اقتباسات هنا، وخلاص كده. تدخل بقى انت هنا على اي حاجه بتلاقي هنا البتاع، تمام. وبعد كده على فيرجن الموبايل، تمام، بتلاقي كده. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ مفيش رغي كتير، مفيش حركات كتير. تمام. المواقع اللي بتكون زي ده هي دي اللي بتكون مواقع ادسنس. انت مش محتاج حاجه غير ان الزائر يجي ياخد المعلومه اللي هو عاوز ياخدها وبعد كده يمشي. انت مش محتاج حاجه اكتر من كده. تمام. فدلوقتي هنا انت لما تبص بقى على لما تبص بقى على المواقع التانية المعقدة هتلاقيها معمولة بالديب ستراكشر. انا كان نفسي اشرح لكم من مشاريع العملاء، بس دايما الجملة اللي بكررها دايما ده يعني هيعمل مشكلة كبيرة ومش بينفع اشرح على موقع عميل، فعشان كده دايما بجيب لكم الموقع ده بتاع اللي هو كمثال. بس دايما مش بيكون في كل حاجة ممكن محتاجين نتكلم عليها، فهو ما فيهوش غير الفلات. تمام. فالديب هنتكلم على موضوع، لان الموقع موضوع يعتبر ديب ستراكشر، هو مش ديب قوي يعني بس يعتبر ديب ستراكشر. تمام. الديب ستراكشر بيبقى الويب سايت جواه جواه اقسام، الاقسام جواها اقسام، والاقسام دي كمان جواها كمان اقسام تانية. تمام. بيناسب اكتر المواقع اللي شغاله في الاي كوميرس. يناسب مثلا موقع عملاق زي امازون. امازون على فكره بتلاقي برضو ان هو شغال بالديب ستراكشر. ليه؟ لانه عنده اقسام كتير جدا، عنده جوه كل قسم مجموعه من الاقسام الاضافيه، عنده الوان اضافيه، عنده يعني شوف كم كبير من الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده جوه موقع زي امازون. تمام. واغلب الاي كوميرس، انا مش بتكلم على امازون بس، يعني اغلب الاي كوميرس بنسبه تصل الى 100% هيلاقوا نفسهم مضطرين يلجأوا للديب ستراكشر، لان هو النوع ده من المواقع بيحتاج كده. مثلا انت عندك قسم بتاع موبايلات في امازون، تمام. عندك جوه قسم الموبايلات ده هتحط سامسونج وابل وشاومي وما اعرفش ايه. جواهم كل شركه عندها موديلات مختلفه، جواهم عندها احجام مختلفه، جواهم عندها تابلت وعندها ما اعرفش ايه. تمام. فالموضوع ماشي بالشكل ده. تمام. طيب ما ينفعش تبقى عندك موقع معقد وتستعمل فيه فلات ستراكشر، انت كده بتبهدل الدنيا. يعني ما ينفعش انا اكون موقع اي كوميرس عندي اقسام، والاقسام جواها اقسام، والاقسام جواها اقسام، واروح انا عامل مسار واحد بس، المسار المقصود بيه باث اللي هو ده، اللي هو ده عشان برضو نجيبها.
عاوز اجيب لكم موقع فيه مسارات. لحظه واحده كده. دلوقتي زي ما انت شايف انا دخلت على سيمرش، جبت لكم مثال مشهور عشان ايه كلكم تبقوا في الصوره يعني. دلوقتي لما بتيجي تخش على سيمرش بتلاقوا عنده مثلا في المدونه دي بتلاقي حاجه اسمها سيمرش سلاش بلوج. البلوج دي هي اللي بيكون اسمها باث او مسار. تمام، ايا كان بقى عاوز تسميها ايه. تمام. وعندك بعد كده المسار ده ممكن يبقى جواه حاجات. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عندي سيمرش ده المسار اللي جواه بلوج، جواه اي بلوج ايا كانت. فلما انا اضغط على اي بلوج من سيمرش هتلاقي تلقائيا السلاج بتاع المقال او لينك المقال ظهر مباشره بعد المسار او بعد الباث بتاع سيمرش. تمام. فانا في بعض الحالات لو دخلت على حاجه جوه المقال ده ممكن توديني على حاجه تانية. تمام. فهو ده الفكره بتاعه المسارات. تمام. دلوقتي انا ما ينفعش يبقى عندي موقعي بسيط واستعمل حاجه معقده، وبرده ما ينفعش يبقى انا موقعي معقد واستعمل حاجه بسيطه. ما ينفعش اكون زي امازون كده واعمل موقع فيه مسار واحد بس، زي مثلا ما موضوع عامل كده. تمام. موضوع هنا انت لو دخلت على كل ده بتلاحظ ان هي كلها تقسيمات، بس هم مش عاملينها باللينكات. تمام. لا هم عاملينها، هم هنا حاطينها تصنيف. لا هو موضوع عاملين الموضوع ده حاطين كل دول تحت التصنيفات وعاملينها كتصنيفات فرعيه. لا هم موضوع عاملين الموضوع ده. تمام. الفكره كلها ان انت ما ينفعش تعمل تقسيمات ملهاش لازمه في موقع ما يستاهلش التقسيمات دي، والعكس صحيح. تمام. ده عشان يفرق معاك في البوتات. تعالى بقى ناخد على احنا كده اتكلمنا على الفلات ستراكشر واتكلمنا على الديب ستراكشر. تمام. عندنا حاجه بيكون اسمها السيل ستراكشر. السيل ستراكشر ده من قبل ما صعب الموضوع عليك اصلا وكده، باختصار شديد، عارف التوبيكال اثوريتي؟ الموضوع عامل زي التوبيكال اثوريتي. تمام. ان انت بيكون عندك مجموعه من المواضيع بتاخدهم تحت بعض. تمام. لو انت اصلا اخدت كلمه سيل ستراكشر دي او المسميات دي كلها وبحثت بيها في جوجل كده، هتلاقي ان بيطلع لك صور هتسهل عليك الفهم اكتر شويه من ان انت تكون شايف معايا مجرد بس البرزنتيشن. تمام. هناخد مثلا ده. بتلاحظ هنا ان متقسم الويب سايت الاساسي متقسم لحاجات فرعيه، الحاجات الفرعيه متقسمه لحاجات تحت منها بترتيب منظم. الشكل ده لو انت بتعمل توبيكال اثوريتي بنيها في مايند ماب وكده هتلاحظ نفسك انك بتعمل لا شعوريا نفس الشكل ده. فعشان اسهلها عليك وما تحسش بيها بصعوبه، اول ما تسمع سيل ستراكشر افتكر مباشره التوبيكال اثوريتي وكانك بتعمل الموضوع ده. عباره عن وكانها مايند ماب بيكون طالع منها حاجات اقسام، الاقسام طالع منها مقالات، والمقالات دي ممكن تطلع منها مقالات ريليتد، وهكذا وهكذا. انت كل حاجه بتقسمها تحت بعضها بالكامل. تمام. عندنا بعد كده النوع الثاني من المسارات، وهو النوع ده sequential structure. وده اللي بيكون لعمليات التتبع او تحديدا للمواقع اللي بيكون فيها عمليات متتاليه ورا بعضها. مثلا انا مثلا بعمل عمليه شراء. تمام. فانا هدخل على اختار المنتج، بعد ما اختار المنتج هروح على السله، بعد ما اختار السله هضيف وسيله الدفع، بعد وسيله الدفع هاكد عنواني، هاكد بياناتي، الموقع هيقترح لي في خطوات ثابته الويب سايت مش بيخش فيها الا لما بياخدك فيها بالترتيب. تمام. ده طبعا بيستعمل في المواقع اللي بيكون فيها النوع ده من العمليات. تمام. وعلى الاغلب هتلاحظ ان انت ممكن تبقى ديب ستراكشر او فلات ستراكشر، ولو عندك حاجه ليها علاقه بالكورسات او الدورات او العمليات الشراء بتلاقي نفسك بتستعمل الستراكشر ده جوه منها. تمام. الحاجه اللي بعد كده بقى تعالى نتكلم على الحاجات الاساسيه اللي بيكونوا موجودين في اي ستراكشر. عندك الهوم بيج. تمام. وعندك البرودكتس وعندك البلوجز. تمام. دول الاشهر. انت طبعا عندك حاجات تانية زي السيرفيسز، ممكن يبقى عندك زي مثلا في ناس بتسمي بدل البلوجز بتسميها ارتكلز. تمام. في ناس بتسميها نيوز. انت بقى ايا كان المسمى، ولكن انا جبت لك الاشهر. الفكره بس ان هو بتبدل على حسب انت عاوز تعمل ايه. لو انت مثلا موقع زي مثلا سيمرش، عندك بلوج، عندك تولز بتاعت سيو، عندك تولز بتاعت ماركتنج، عندك حاجات كتير. تمام. تروح عامل مسار تاني مثلا تسميه نيوز، مكان دي تسميه نيوز. تمام. وتحط فيه كل حاجه ليها علاقه بالنيوز وهكذا. ده كده تبسيط مخل للموضوع طبعا عشان احاول ابسطها لك بابسط الامثله اللي ممكنه، وبعد كده تقدر تاخد الموضوع ده وتطبقه على نطاق اوسع على حاجات تانية. فبالتالي لو انت بتراجع الويب سايت اللي انت شغال عليه او مسكت ويب سايت لاحظت ان الاستراكشر بتاعه مش سليم، هد كل حاجه وابنيها من تاني. بس لازم تتاكد ان انت ما تهدش عشان ما تخسرش النتائج اللي فاتت. لازم تبقى عارف انت هتعمل ريدايركت امتى، إيه اللي محتاج يتشال، إيه اللي محتاج يتحط، عشان برضو ما تروحش تلاقي استراكشر في ويب سايت او مشروع انت شغال عليه بايظ تروح تهده وتبنيه كله مباشره من غير ما تعمل حساب الخطوات اللي بعد كده. لا، انت ممكن تهده وفعليا تبوظ الويب سايت اصلا من اوله لاخره.
فلازم تكون عارف موضوع الريدايركشن والكلام ده كله. وعلى فكره ده هنتكلم فيه قدام في السلسله، ان انت ازاي لو بتعمل عمليه مايجريشن ازاي تتجنب المشاكل وهكذا باذن الله. دلوقتي الجزء اللي بعد كده وهو موضوع الديب بيج. الديب بيجز دي هي من اسمها صفحات عميقه، يعني صفحات الويب سايت او المستخدم او البوت بيحتاج اكتر من كليكايه عشان يعرف يوصل لها. وعلى فكره الناس اللي بتعمل كراولنج بسيمرش او باي او بسكريمنج فروج او باي تولز من التولز دي هيلاحظوا دايما ان التول بتقول له ايه، ان انت عندك صفحات يتيمه، عندك صفحات معزوله، ايا كان بقى المسمى، كل تول بتسميها مسمى خاص بيها. بس ملخص الموضوع ده ان انت بيكون عندك صفحات زي كده. انا مثلا عندي صفحه، عندي مثلا رابط ده، تمام؟ الرابط ده مش موجود عندي في الويب سايت، لازم ادخل له المكان، والمكان ده المكان، والمكان ده المكان، وبعدين اكليك كده، تمام؟ ده بيكون اسمه ديب بيجز اللي هو صفحات عميقه، تمام؟ طبعا الموضوع مش زي المثال اللي انا عملته دلوقتي، ولكن انا بوضحه لك يعني الموضوع بيمشي ازاي. مشكله الديب بيجز دي ان هي البوتس بتوصل لها بصعوبه، تمام؟ فبالتالي بتحتاج ان انت تخلي بالك يبقى عندك انترنال لينكس كويسه، تبقى انت مظبط الويب سايت بتاعك بشكل كويس عشان البوتس توصل لها، وعشان برضو المستخدم ما يواجهش صعوبه في ان هو يوصل لها. ده هنا مجرد مثال. عندك هوم، عندك كاتيجوري، عندك سب كاتيجوري، وبعد كده عندك برودكت بيج لو انت عندك برودكت بيج او ارتكل بيج. نفس الموضوع ده، عندك الهوم بيج، عندك كاتيجوري، عندك سب كاتيجوري، عندك الارتكل اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. الموضوع اللي بعد كده الا هو مثال تاني على الصفحات الفلات، تمام؟ هي بالشكل ده زي ما انا وريتكم موقع انفينيتي كوتس من شويه، هو بس الدومين، بعد كده السلوج بتاع المقال، بس مش محتاج حاجه تانية ايه اكتر من كده. تعال نخش على اللي بعد كده. دلوقتي انا هنا عندك الموضوع الخاص بالديزاين. دلوقتي هنا انا الحته دي عاوز اقف عليها. في اكتر من استشاره قدمتها في اكتر من شركه، دايما لازم اتكلم على الموضوع ده، ولازم دايما اخليه من اهم الحاجات اللي اركز عليها نظرا لاحد التجارب. اعتقد تجربتين او 3 تجارب اللي انا مريت بيهم وكانوا من اسوأ التجارب اللي مريت بيها من كتر المشاكل اللي كانت موجوده. انا شايف في واحد واثنين، بس انا هطنشهم. انا هتكلم على دي الاول عشان دي هي الاكثر اهميه، انت الباقيين غالبا انت عارفهم. الموضوع ده باختصار شديد عامل زي لما يكون ان الديفلوبر عمل لك كل فيرجن من الويب سايت بتاعك بلينك مختلف، فيرجن للتابلت، فيرجن للموبايل، فيرجن للديسكتوب. الموضوع ده كارثه. الناس القديمه اللي شغاله على بلوجر زمان هتلاقيهم فاكرين الموضوع ده. بلوجر انا ما اعرفش صراحه دلوقتي هو لسه موجوده المشكله دي، بس انا بتكلم من اخر مره استعملت بلوجر على ما اتذكر من 5 سنين او حاجه زي كده، او من 4 سنين. بلوجر كان في موضوع ان انت بيكون عندك فيرجنز للموبايل، بتلاحظ جوه سيرش كونسول ان فيها مشاكل كانونيكالز ولينكات تانية، والموضوع ما يعلم بالله ربنا. من ضمن السيناريوهات اللي انا مريت بيها هنا ان في احد المشاريع الديفلوبرز كانوا عاوزين يعملوا فيرجن مختلف للموبايل بشكل مختلف، فراحوا للاسف عملوا لينك مختلف تماما لاصدار الموبايل، ولما الشخص بيدخل الموبايل بيحولوه على اللينك بتاع الموبايل، ولما بيدخل على الديسكتوب بيحولوه على اللينك بتاع الديسكتوب. وما ادراك ما الكارثه اللي موجوده هنا. رقم واحد، انت بتعمل مشاكل دوبليكيت كونتنت. رقم اتنين، مشاكل كانونيكالز ما يعلم بها الا ربنا. رقم ثلاثة، البوتات مش عارفه انت مين، او انت مستهدف ايه، او انت انهي لينكات الاصليه اللي موجوده عندك. فعشان كده دايما لازم تكون لينكاتك كلها لينكات موحده. انا لو عندي ويب سايت لما بفتح بالموبايل بيقول لي example.com او حاجه تانية وبيدخلني عليها، انا كده عندي مشكله. ما ينفعش يبقى انا عندي 2 فيرجن لنفس البيج. بس في نفس الوقت، وركز في الكلام اللي انا بقوله ده، في بعض الحالات وانت فاتح مواقع زي مثلا زد، هتلاحظ ان هو الفيرجن الانجليزي من المقال او من المنتج او من الهوم بيج بتحولك على نسخه بالانجليزي بدون ما تغير لك اللينك. ده كارثه اكتر من التانية. يعني انت شايف الموضوع منفصل ازاي؟ هي غلط لو انت استعملتها عشان تقسم نسخ مختلفه للموبايل، ومش غلط لو استعملتها في الاتش ريفلانج، لان الاتش ريفلانج انا مثلا عندي دومين، ممكن انا امسح مثلا دي، انا مثلا عندي دومين example.com، تمام؟ بعد كده هنا بيكون في سلاش، تمام؟ وبعد كده مثلا ان مثلا، يعني هو جابها كده عشان التنسيق، بس هي عامه بتكون هنا، تمام؟ عشان بس التنسيق الملف ما يبصش. فدلوقتي انت لو لقيت ان لحظه اجيب لكم من هنا احسن، ده اسهل بكتير. هجيب لكم مثال من سيمرش عشان تبقى الامور ألذ شويه. تعال نروح على اي اتش ريفز، تعال ننزل تحت خالص على اللينكات هنا، نضغط مثلا على لانجوج مثلا، نخليها اسبانول مثلا. بص لو واخد بالك ايه اللي حصل، ظهر لك هنا اي اس. ده في الاتش ريفلانج ده كويس انك تعمل لكل فيرجن حاجه حسب معيار الايزو الخاص بيها. انا كنت منزلها على لينكد ان، اللي هو يعني ملخصها ان انت كل دوله بيكون ليها
حروف معينه بتعبر عنها، العربي اي ار، الانجليزي اي ان، الاسباني كذا، الايطاليان كذا، وهكذا وهكذا. كل اللغات لازم تبقى ماشيه بالمعيار اللي زي ده. وطبعا لازم يكون في السورس حاجه بيكون اسمها كود الاتش ريفلانج، وده برضو انا مش عارف صراحه شرحته في السلسله اللي فاتت فيما سبق او لا، بس لو لا هنشرحه قدام باذن الله. تمام، هنتكلم على موضوع الاتش ريفلانج، فبالتالي حاول تتاكد ان موضوع اللينكات دي تخلي بالك منها. طيب، ولو لقيت ان انت نفسك اتدبست، انت مثلا استلمت مشروع اوريدي الموضوع ده معمول فيه، وانت مش عندك حلول اللي انت ممكن تعملها، الديفلوبرز رافضين، كل حاجه مستعصيه في وشك، مش قدامك حلول. حلك الوحيد هنا ان انت هتستعمل الكانونيكال. كل اللي هتعمله ان انت هتجيب فيرجن من الفيرجنز اللي عندك، وهتقول هو ده الفيرجن الاساسي. تمام، وبعد كده الفيرجن الثاني هتعمله كانونيكال. ولو انت مش عارف يعني ايه كانونيكال وازاي تستعمله، ارجع لاول فيديو في السلسله بتاعت التكنيكال سيو، هتلاقيني بتكلم يعني ايه كانونيكال وازاي تستعمله والكلام ده كله. ولو انت شفتهم فانت اكيد هتعرف ان انت ازاي تستعمل الكانونيكال، وازاي تخلي البوتس تعرف ان دي صفحه مكرره من دي فياخدوا واحده بس منهم. نرجع بقى للحاجات اللي فاتت دي. عندك هنا الريسبونسيف ديزاين، وده الديزاين اللي بيتغير على حسب انت فاتح ازاي. الميزه في ده اللي هو اصلا بقى اكتر حاجه شائعه، ولكن في بعض الحالات بتلاحظ ان في ويب سايتس مستعمله ده، بس هتلاقي الاغلب 90% او يمكن اكتر من كده بيستعملوا ده. ان الفيرجن هو نفس اللينك، هو كل حاجه. الفرق بس ان سي اس اس، انا دخلت من الموبايل الويب سايت بيغير شكله عشان يناسب الموبايل، دخلت من تابلت بيغير نفسه، دخلت من تابلت كبير شويه او صغير شويه بيهيئ من نفسه عشان الموضوع ده. بعد كده طبعا ده مميزاته وعيوبه، ان هو بيحمل موارد مش ضروريه، لان هو بيحمل كل حاجه ليك. مثلا انا عندي صوره للديسك توب، وصوره للموبايل، وصوره لكذا، وحاجات لكذا، فبالتالي كل حاجه اتحملت. الفرق بس ان هيتعرض كذا لكذا وهيتعرض كذا لكذا. عندك بعد كده الديناميك ده بيكون ليه علاقه بالسيرفر. تمام، في بعض الحالات السيرش انجن بتعتبر ان في نسخ مكرره، لان هنا السيرفر هو بيكتشف نوع الجهاز وبعد كده بيبعت النسخه. تمام، فبرضو ده نادر جدا استعماله. يعني انا على الاغلب هتلاحظ ان اغلب حاجتين بيقابلوك هو السيناريو ده والسيناريو ده، وده هيكون اكتر زي ما قلت لك من 90%، لان ده بقى متعارف عليه. ولكن ممكن في بعض الحالات تقابل المشكلتين دول، ووارد تقابل دي اكتر. ده طبعا بتكلم عليه من تجربتي في مشاريع كتير. تعالى بقى نيجي ليه بعد كده الموضوع بتاع قياس السرعه. انا مش هشرحه في الفيديو ده عشان مش عاوز ادخلك في حاجات كتير ملهاش لازمه واعيد وازيد في كلام من تاني. اول حاجه عشان تقيس السرعه لازم ان انت تسمع الاثنين دول. فدلوقتي انا هحتاج منك ان انت تسمع الفيديوهين دول عشان تفهم. الفيديوهين دول كنت بتكلم فيهم على سلسله ليها علاقه بالديفلوبر تولز، تمام، وعلى ازاي ان انت تستعملهم بشكل مناسب. تمام، دلوقتي انا هنا عندي الفيديو ده. تمام، اسمعهم على رواقه الاثنين عشان تفهم الموضوع بالكامل، وبعد كده ممكن ترجع تكمل السلسله من هنا من تاني. تمام، ولكن طبعا انا هدي لك نبذه على يعني بعد ما تسمع دول عشان تفهم الموضوع، وعشان اختصر عليك نقطه مهمه. دلوقتي انت السرعه من اهم الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الويب سايت بتاعك، ولكنها مش حاجه تخليك او توصلك لمرحله ان انت لازم تتاكد انك جايب 100%. لان انا بلاحظ ان في بعض الشباب بيخش ياخد الويب سايت على بيج سبيد او على اي تولز من التولز بتاعه قياس السرعه او جي تي ماتريكس، ولازم يتاكد ان هو جايب 100%. لا، ده مش فعليا حاجه ان هي حاجه كويسه ان انا خلاص بقى كل مشاكلي اتحلت فانا هرانك في كل حاجه عشان انا عندي 100%. لا، العكس، انت ممكن نخش حلل منافسينك، هتلاحظ ان في منافسين 20 و30 واعلى منك بمراحل، لان السرعه حاجه مهمه، ولكنها جزء في منظومه كامله مهمه، منظومه الرانك فاكتورز، ومنظومه ان اصلا من تصريحات جون مولر ان الكور ويب فيتالز مش مقياس للرانك، هي حاجه اضافيه تعملها. تمام، وفي نفس الوقت مش انك تتجاهلها، انت تاخد الموضوع بنسبه وتناسب. انا هحاول احسن السرعه، هحاول اوصل لرقم كويس، بس في نفس الوقت مش هطنش المشاكل التانية التكنيكال، ما طنش المحتوى واطنش كل حاجه وامسك بس في السرعه. طيب هيجي واحد يقول لي طيب انا ليه استعمل او اقيس السرعه من خلال البيجز، من خلال الديفلوبر تولز، ومن خلال ان انا اقيس السرعه عشان اعرف النتورك والريكوستس اللي عندي، واقيس البرفورمانس من هنا، وبعد كده ادخل على اللايت هاوس واعمل انالايز للبيج دي عشان اقيس السرعه. طيب واحد هيسالني انا ليه ممكن استعمل دي مقارنه من ان انا اخد اللينك واروح على تول زي بيج سبيد مثلا، تمام، او جي تي ماتريكس. طبعا احنا عندنا كذا تول هنا. تمام، هتحط اللينك هنا هتلاقيه بيحلل، وعندك برضو التول دي كمان. يعني كل التولز دي كلها بتأدي نفس الغرض. تمام، وعندك جي تي ماتريكس. تمام، وعندك دي برضو، وعندك دي، وعندك دي. لو اخدت اللينك هنا اديته لكل تول من التولز دي، تمام، هتلاحظ ان كل تول بتطلع لك ارقام مختلفه عن التول اللي قبل منها.
هيجي واحد يقول لي طيب انا ايه الفايده او ايه الشيء اللي بيخلي ان كل تول بتطلع لي رقم مختلف عن التول التانية؟ اكيد في تول صح، اكيد في واحده غلط. لا، مفيش ولا تول غلط ومفيش ولا تول صح. الموضوع باختصار شديد عباره عن نسبه وتناسب. ليه انا بقول لك كده؟ تعال اديك مثال بسيط. دلوقتي انا سرعه النت عندي في مصر قول 10 ميجا، واحد في السعوديه فاتح 5G عنده سرعه النت 200 ميجا، تمام. واحد في امريكا عنده نت فايبر ومعرفش ايه وعنده سرعه النت 1 جيجا. الويب سايت هيفتح، حتى لو هو نفس الويب سايت هيفتح عندي انا بسرعه، عند الشخص اللي في السعوديه بسرعه، عند الشخص اللي في امريكا بسرعه، عند الشخص اللي مثلا ممكن يبقى في السودان او في دوله النت فيها ضعيف بسرعه مختلفه. فبالتالي موضوع السرعه ده امر نسبي، تمام. فعشان كده انت بتلم عوامل مختلفه عشان تقيس السرعه. الحاجه التانيه اللي تخلي بالك منها وهو ان التولز دي بتبعت بوتات من سيرفرات ومن اماكن معينه بتقيس، فبالتالي البوت اللي راح من امريكا غير اللي راح من اوروبا، غير اللي راح من المانيا، غير اللي راح من الصين، غير اللي راح من اليابان، وده برضو هيسمع معاك ريسبونس تايم مختلف، هيسمع معاك داتا مختلفه، تمام. عندك كمان الاداء بتاع التولز دي، مثلا دي بتقول لي ان انت البرفورمانس عندك 76 والبيج سايز 980 وعندك كام ريكوست. هنيجي لدي هتقول لك انت 88 بس ده جاب فيرجن الديسكتوب. عندك دي بتقول لك انت جايب، ده عندنا هنا التايم تو فيرست بايت كذا، هو هنا مش مديانا ملخص، خلينا نشوف بيج سبيد. عندنا هنا ده مدينا 61%. عندنا هنا احنا ما عملناش من دي فخليها دلوقتي. عندنا بيج سبيد لسه بيج سبيد. طيب لنفترض يعني بيج سبيد هتدينا رقم مختلف خالص، يعني لان ده اللي هيحصل دلوقتي. كل تول ليها مقاييس خاصه بيها، ليها اساليب خاصه بيها، فبالتالي انت مش صح انك تمشي عمياني ورا التولز. وفي نفس الوقت لما انت بتستعمل الديفلوبر تولز اللي هو دي، انت هنا بتقيس على حسب امكانيات جهازك الحاليه وعلى حسب السيناريو الحالي. بمعنى ان لما انا بقيس من بيج سبيد، سرعة النت اللي حصل بيها القياس ده بتاعت البوت اللي راح ليه علاقة بالسيرفر اللي تم منه قياس السرعة واتبعت البوت بتاع قياس السرعة. انما لو انا بقيس سرعة من لايت هاوس في الديسك توب عندي هنا، فانا بقيس على حسب سرعة الواي فاي عندي، على امكانيات جهازي، على الاكستنشنز اللي انا حاططها دي، على الحاجات اللي انا مشغلها في الخلفية، على كل حاجة موجودة، لان هو بيعمل محاكاة فعلية للسيناريو بتاعي. فعشان كده استعمل ديفلوبر تولز لو انت عاوز تعمل محاكاة فعلية لنوع معين من المستخدمين انت عاوز تحاكي سلوكه في هذا السيناريو فقط. زي ما انا كنت اتكلمت في السلسلة بتاعة الديفلوبر تولز ان انت ممكن تدخل على النتورك عشان تعرف الريكوستات اللي عندك، ممكن تخش على البرفورمانس، تمام، وتعرف انت هنا نظرة عن الاداء، تمام. ممكن ان انت هنا تخش على الكاش وتعطله، ممكن انت تخش على الشبكة وتبطئ الشبكة، تعطل تبطئ الشبكه تخليها مثلا 3 جي عشان تعرف الويب سايت بتاعي لو انا على ال 3 جي هيفتح في وقت قد ايه، ولو انا على ال 4 جي هيفتح في وقت قد ايه، ولو انا على الديسيبل كاش يعني مفيش كاش هيفتح ازاي. انت ممكن تبقى مفكر ان موقعك سريع لان انت بتفتحه كل يوم فبالتالي مكيش كل الصور عندك والنت عندك سريع، فتفكر ان الدنيا كلها عند كل الناس سريعه. لا، الموضوع مش بيمشي كده اطلاقا. السرعه لما شخص بيفتح لاول مره غير تاني مره، عشان عندك موضوع الكاش، عشان عندك الشخص ده جهازه مختلف، النت عنده مختلف، فاتح برامج في الخلفيه. لان على فكره في بعض المواقع بتأثر عليك او بتتأثر بالسرعة اكبر لان المواقع دي متأثرة من حيث امكانياتها. الجهاز البطيء بيعالج الداتا بشكل بطيء وبيفتح الموقع بشكل بطيء، الجهاز الحديث برضو العكس. فانت شايف كمية كبيرة من المتغيرات اللي انت لازم تحطها في الحسبان، تمام. فعشان كده موضوع قياس السرعه ما تاخدهوش امر مسلم بيه من تول. ما ينفعش تاخد تول بتقول لك انت 60% فانا 60%، انا عندي مشكله لازم اوصلها 100%. لا، الموضوع مش بيمشي كده. الموضوع ما هو الا عباره عن نسبه وتناسب. انا بحاول احسن قدر المستطاع، بس مش لدرجه ان انا امسك في السرعه وامسك في الرقم واطنش كل حاجه تانية ممكن ان انا اعملها. طبعا انا مش بتكلم على البيج سبيد، انا بتكلم على كله. طبعا بقى انت عندك باقي الرانك فاكتورز، عندك الباك لينك، عندك الاثوريتي، عندك العمر بتاع الويب سايت او الشركه في المجال من زمان، عندك هل هي براند او مش براند. انت بقى عندك كم كبير من عوامل. اكاد اجزم لكم والله ان في براندات اشتغلت عليها السرعه 30 و40 ومستحيل تتحسن اكتر من كده، واحسن من اداء اي منافس ممكن يقف قدامي اصلا. ليه؟ ده براند ليه وزن، ليه وزنه، عليه شغل بقاله سنين، اتعمل عليه شغل جديد، اتعمل عليه تحسينات، مفيش حد يقف قدامه. فبالتالي انت حلل منافسينك هتلاحظ ان بعض منافسينك سرعتهم سيئه واحسن منك. فزي ما قلت لك قدر الامكان حاول تحسن، بس مش لدرجه انك تنسى كل حاجه وتمسك في السرعه بس. الموضوع اللي بعد كده الا وهو الموبايل فريندلي. الموبايل فريندلي ده
ان الجهاز بتاعك يكون متوافق مع الموبايل الويب سايت بتاعك. يعني مثلا بيج سبيد لسه فاكره تجيب لنا 76، يلا مش مهم. دلوقتي انا هنا لو فتحت ديفلوبر تولز، على فكره برضو لازم ترجع تشوف ديفلوبر تولز عشان السلسله مهمه جدا فيها حاجات كتير. لو دخلت على العلامه بتاعت الموبايل دي كده، تمام، ودخلت هنا على نوع الموبايل، هتلاقي نفسك بيظهر لك مجموعه من الاجهزه. في بعض الحالات بتلاحظ ان الموبايل، ان الابلكيشن مثلا الويب سايت قصدي، فاتح على جهازك بشكل سليم بنسبه 100% وما فيهوش اي مشاكل، ولكن لما حد بيفتحه بمقاس مختلف بيلاقي فيه مشاكل. فعشان كده دايما حاول ان انت تفتح الجهاز تفتح الموقع باجهزه مختلفه، تتاكد ان هو متوافق مع كل الاجهزه دي. فممكن تفتحه من خلال الديفلوبر تولز، لان زي ما وريتك دلوقتي بيوفر لك مجموعه من الاجهزه عندك كل دول تقدر تستعملهم كلهم. وعلى فكره انت لو كتبت في جوجل دورت على مواقع بتقدم لك الخاصيه دي، هتلاقي مواقع بتقدمها. في بعض المواقع بتفتح لك الويب سايت من 20 30 جهاز بمقاسات مختلفه عشان تعرف تبص شكل الويب سايت فاتح على كل الاماكن دي ازاي. فعندك الطريقه دي او الطريقه دي، الموضوع يرجع لك، بس انا بالنسبه لي بفضل ديفلوبر تولز. انا من هنا بعمل اللي انا عاوزه بكل بساطه. تمام. الحاجه اللي بعد كده، دلوقتي انت لو حابب تعمل على تعمل التيست على موضوع الموبايل فريندلي، ممكن تعمل تيست من التول بتاعت بينج دي ومن التول دي. انت بس بتحط اللينك هنا، تمام، وبتحط اللينك هنا وبتعمل انالايز. هيقول لك ان ده موبايل سبورت موبايل ديفايس. تمام. الناس اللي حضروا معانا اول سيشن في سلسله التكنيكال كنا اتكلمنا على الكود ده، الفيو بورت كونتنت. فبرضه لو انت حاسس انك تايه ومش عارف دي يعني ايه، ارجع في الاول خالص، هتلاقيني بتكلم في الاول خالص على الموضوع ده، وبتكلم على الاحجام بتاعه الشاشه، وان الصفحه تتظبط مع الاجهزه المختلفه. شايف ازاي كل حاجه مرتبطه ببعضها ازاي. كنا بنتكلم عن ال HTML، فلما جينا اتكلمنا على الاستراكشر واتكلمنا على التوافق، لقينا ان دي رجعت لنا. تعالى بقى نرجع للمكان اللي كنا واقفين فيه اللي هو ده. برضو دي هتقول لك ان انت موبايل فريندلي وخلاص. بس على فكره برضو حاجه مهمه، ما ينفعش ان التول بتقول لك موبايل فريندلي وانت بعينك شايف ان هو مش فريندلي وتقول لا هو فريندلي. لا، هو التول بتفحصه كشكل تقني ككود، ولكنها مش بتبص كشكل، مالهاش علاقه بالشكل والكلام اللي زي ده. الشكل ده انت اللي بتقيمه بنفسك وانت اللي بتحدد. النقطه اللي بعد كده، في بعض الحالات انت ممكن تفتح تلاقي سيكشن انت عامله بيظهر على اجهزه كويس، وعلى اجهزه تانية بيظهر مش كويس، او بيظهر في مكان غلط. فبالتالي انت اللي بتقيم مش التولز اللي بتقيم. ودي اكتر قاعده هتلاقيني بكررها لك. التولز حاجه بترشدك، ولكنها حاجه مش بتلزمك انك تسمع الكلام التولز بشكل حرفي، نفذ او لا. لا، انت اللي بتقيم هل ده انا محتاجه او لا. عشان كده لما تكون بتعمل سايت اوديت بسيمرش او باي تول، لو التول قالت لك عندك مشكله، انت مش لازم تروح تحلها. انت فعليا بتقرر هل دي مشكله فعليا ولا لا. التول بتقول لك مثلا ايه، عندك 500 ريدايركت. انا بلاقي ناس بيقولوا لي سيمرش في السايت بتقول ان انت عندك مشكله 500 ريدايركت. لا، الريدايركت مش مشكله، هو بيقول لي ان في حاجه لينك اتوجه من هنا لهنا ب 301. فالتول بتقول لك قرر بقى انت هتعمل فيه ايه. تمام. ولو انت برضو مش عارف الحاجات اللي زي دي قدام هنتكلم عليها، بس انا كنت متكلم قبل كده على الريدايركت في الفيديو بتاع سيرش كونسول. وبعد كده نوصل للجزء الاخير في حلقه النهارده، وهو موضوع السي ام اس والكود. تمام. الموضوع ده هنقف عنده 5 دقائق كده. لازم تبقى عارف ان السي ام اس اللي انت شغال عليه بيكون مرتبط جدا جدا بنجاح او فشل المشروع، او مش هنقول نجاح او فشل عشان دي كلمه كبيره شويه، مرتبط بالمجهود اللي انت هتبذله. دلوقتي ان عندك بعض السي ام اس بتكون معقده، وبتكون شايله من عندك مئات التخصيصات اللي انت ممكن تكون محتاجها، والمحصله انك بتبذل اضعاف المجهود عشان بس توصل لربع النتيجه اللي انت كنت هتعملها في مكان تاني. ولكن لما تكون بتتعامل مع سورس كود، فلازم تتاكد ان في كذا حاجه المبرمج بيعملها لك، سواء بيعمل لك حاجه كاستم من الزيرو فروم سكراتش لارافيل او غيره، او وورد بريس وبيبني لك، او بيبني لك مجرد سيم او واجهه او لاندنج بيج او غيره. اول حاجه الكود لازم يكون كلين. المقصود بمصطلح كلين كود ان الكود مكتوب بشكل سليم وما فيهوش تكرارات. ليه؟ لان في بعض الاكواد ممكن انا اختصرها بكود صغير. الناس اللي دارسين فرونت وباك هيكونوا عارفين الموضوع ده كويس. انا ممكن حاجه اقعد الف بيها ب 10 سطور، في حين ان واحد تاني ممكن يعملها في سطرين. تمام. فهو ده الكلين كود، ويبقى الكود مش ملعبك والكلام ده كله. الجزء اللي بعد كده يكون قابل للصيانه وفيه تعليقات، ويكون معاك السورس. معاك السورس دي اهم حاجه. ما ينفعش الديفلوبر يعمل لك ويب سايت وما يسلمكش السورس كود على جيت هاب. دلوقتي الديفلوبر ده مشى، اللي هيجي بعديه هيشتغل على ايه؟ لازم يبقى عنده سورس كود عشان يعرف يشتغل. في بعض الحالات بقابل مشاكل مع عملاء بيقول لي اصل اللي عمل الويب سايت من كام سنه
ما بقتش على تواصل معاه وحصل معاه مشكله. طب ازاي؟ انت لازم بتستلم المشروع بالسورس كود بتاعه على حسابك على جيت هاب، لازم. موضوع فيه تعليقات، المقصود بالتعليقات هي اللي بتكون في الكود، تمام. الاكواد المبرمج ممكن ان هو يكتب تعليق زي ده اسمه تعليق. انا اصلا بالصدفه لقيت تعليق قدامي. طب ماشي، خلينا نتكلم على ده. اللي زي ده بيكون اسمه تعليق. التعليق ده بيكون معناه ايه؟ بيعرفك اللي تحت منه ليه علاقه بايه، تمام، وفي نفس الوقت مش بيتقرا. يعني دلوقتي انا عندي كود HTML، كل حاجه مكتوبه هنا، وسي اس اس وغيره، كل حاجه مكتوبه بتسمع هنا. الجزء ده مش بيسمع هنا، ليه؟ ده اسمه تعليق او كومنت، تمام كده. لما بيكون في كميه كومنت مكتوبه بتساعد المبرمج اللي بدأ بعد التاني يعرف الكود ده كان بتاع ايه، فيبقى عنده ارشادات يعرف يبني عليها ويكمل شغل. فهو ده المقصود بفايده التعليقات. الحاجه اللي بعد كده هنتكلم على موضوع ضغط السي اس اس والجافا سكريبت، لان دايما هتلاقي لما حد بيقول لك تحسين سرعه بيقول لك ايه؟ روح اضغط سي اس اس وجافا سكريبت. طيب انت سالت نفسك هو الضغط ده بيكون عباره عن ايه؟ الضغط ده بيكون ما هو الا عباره عن انت بتدي تول موقع، بتدي تول كود، تمام. الكود ده التول بتاخده بتحاول ان هي تحلله وتعيد صياغته او تضغطه او تختصره بشكل افضل، تمام، بحيث ان هو يحقق نفس الوظيفه ويكون اقل او مضغوط. ده ملخص الموضوع بالكامل. الميزه في الموضوع ده ان هو بيساعدك، تمام، ولكن عيبه، وعلى فكره لو انت عاوز تعرف ملفات سي اس اس وجافا سكريبت اللي محتاجه تتضغط وانهي الان يوزد واليوزد، لازم ترجع لسلسله الديفلوبر تولز برضه بالمناسبه يعني. فبالتالي لو انت هنا كتبت دي، تمام، ورحت على جوجل المواقع اللي بتقدم الخاصيه دي، بص عاوز اقول لك ما تعدش، هتلاقي كميه مواقع عملاقه بتقول لك حط لي الكود وانا هضغطه لك او حسنه لك وابعته لك من تاني. في اوقات كتير بتلاحظ ان الكود بيضرب منك، ده اللي غالبا اغلبكم هيكون لاحظ الموضوع ده. في بعض الحالات لما بتستعمل خاصيه ضغط الاكواد في دبليو بي روكيت او لايت سبيد كاش او اي تولز من التولز بتاعه ووردبريس، ممكن تلاحظ ان الويب سايت ضرب بالكامل، التصميم باظ، في حاجات ما بقتش شغاله. ده بسبب الضغط، تمام. فبالتالي قدر الامكان لو انت مش فاهم في جزئيه الضغط، مش عارف الكود اللي طالع ده تقراه وتفهمه، ولو في مشكله تعالجه، خلي المبرمج هو اللي يعمل لك الخطوه دي، تمام. لان في بعض الحالات الكود بيضرب منك اصلا، مش دايما بيطلع معاك صح 100%. لو انت عارف تقراه وعارف تحسنه وواخد باك اب قبل كده، لا توكل على الله عادي جدا، لان انت اي حاجه باظت منك هترجع للنسخه اللي قبلها. الحاجه اللي بعد كده عندنا موضوع البلجن الاكستنشن بتاعت ووبلايزر اللي هي دي، انا اصلا حاططها هنا، تمام. انت لو حملتها بتعرفك السي ام اس او بتعرفك التكنولوجيز المستعمله في الويب سايت ده، فبالتالي بتوصلك لمرحله ان انت تفهم هو عباره عن ايه. هنا مثلا عندك التكنولوجيز دي، تمام. عندك مثلا لو دخلت على حاجه تانية هتلاقي برضو تكنولوجيز مختلفه، في حاجات هتلاقيها وورد بريس، حاجات هتلاقيها بتقول لك زد وما اعرفش ايه. لحظه واحده، عندك اهو، عندك مثلا رياكت، تمام، الفريم ورك، وهكذا. فدلوقتي انا هنا عندي حاجات مشهوره، عندي زي سله، زد، نيكست جي اس، شوبيفاي، لارافيل، ايزي اوردر، ووردبريس. طبعا عندك كتير جدا بس انا دول اللي خطروا في بالي يعني دلوقتي. سله وزد، تمام. او مش هقول سله وزد، هقول بشكل عام ايه اللي بيختلف لما تشتغل على سي ام اس غير سي ام اس تاني. في بعض الحالات هتلاقي نفسك انك وصلت مرحله ان الشغل اللي انت متعود عليه، لو انت حد لسه بيتعامل مع سي ام اس جديد، ان انت بقيت كويس وشاطر ومتمكن وعارف تعمل حاجات كتير، تيجي تطبق الكلام ده على سي ام اس تاني تلاقي عقبات السماء والارض. عندك وورد بريس بيوفر لك بلجنز، بيوفر لك حاجات للضغط، بيوفر لك كذا، بيوفر لك كذا، تمام. تيجي مثلا في حاجه لارافيل فروم سكراتش، تلاقي نفسك مش عارف تعمل التايتل، مش عارف تعمل الديسكريبشن، مش عارف تعمل الهيدنجز بتاعتك، مش عارف تحط السايت ماب، مش عارف تعمل ملف الروبوتس، كل حاجه بايظه. ليه؟ بسبب اختلاف السي ام اس، تمام. لان في ناس بيقابلوني بلاقي ان هم معتقدين ان السيو عباره عن سله، او عباره عن زد، او عباره عن شوبيفاي، او عباره عن وورد بريس، من كتر ما هو بيشتغل على سي ام اس واحد بس. لا، السيو تقدر تشتغله على اي ويب سايت ايا كان الفريم ورك بتاعه او ايا كان السي ام اس بتاعه، تمام. الناس اللي بتسال يعني ايه سي ام اس، اختصار لكونتنت مانجمنت سيستم، الحاجه اللي بتدير بيها او النظام اللي بتدير بيه الكونتنت بتاعك. دلوقتي انا وورد بريس بروح اعمل موقع على وورد بريس، يعني ايه؟ يعني بستعمل المكتبات الجاهزه بتاعت وورد بريس، بستعمل وورد بريس كانه هو الاساسات، وببدا انا احط السيم بتاعي عليه وابدا ابني عليه، وكان السي ام اس ده شبهه بالاساسات، اساسات الويب سايت بتاعك.
عندك نيكست جي اس، الناس اللي حضرت سلسله التكنيكال تحديدا جزء الجافا سكريبت هيكونوا فاهمين انا بتكلم عن ايه، ولو انت مش فاهم ارجع شوفها. النيكست جي اس كنت بتكلم على موضوع الريندرنج، حاجه اسمها سيرفر سايد ريندرنج وحاجه اسمها كلاينت سايد ريندرنج. لو انت مش فاهمهم عشان بس ما نبقاش بنكرر لازم ترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت وترجع تشوف فيديو الجافا سكريبت. النيكست جي اس حاله خاصه بسبب الموضوع ده. عندك شوبيفاي، عندك سله وزد، في كل سي ام اس بتلاحظ ان في مشاكل مختلفه عن السي ام اس التاني، ولكن لما بتكون دارس تكنيكال كويس زي السلسله اللي احنا عاملينها دي، ولما تكون عارف الكود شغال ازاي، لما تكون عارف الكود بتاع التايتل عامل ازاي، لما تكون عارف الكود بتاع الديسكريبشن عامل ازاي، بتكون المحصله النهائيه ان انت في الاخر ايا كان السي ام اس اللي بتشتغله بتعرف تطلع مشاكله وبتعرف تتعامل معاها. تمام. لان بيواجهني بعض المشاكل ان بعض الناس، بعض المبرمجين ممكن يعمل لك دي مثلا، يعملها لك غامقه وكبيره فانت تفكرها انها عنوان، بس فعليا لما تيجي تشوف السورس كود بتاعها تلاقيها مجرد باراجراف عادي جدا. برضو لو انت مش فاهم ارجع شوف السلسله. مثلا دي معموله اتش 2، ليه؟ لان هي من ضمن الهيدنج بتاعه المقال. انت ممكن تلاقي ديفلوبر عامل لك دي مجرد باراجراف عادي زي ده، ممكن تبقى باراجراف عادي زي ده. تمام. فانت الباراجرافات دي حاجه تانية خالص خالص غير الهيدنج. فبالتالي انت ما بتبصش على الستايلات، لا انت بتبص على الكود، لان البوتات بتتعامل مع الويب سايت بالشكل ده. البوت مش بيخش يشوف ده كبير خالص يبقى اتش 1، لا في العكس خالص، انت ممكن يبقى ده كبير خالص ومحطوط مجرد باراجراف. فعشان كده لازم مهم جدا تبقى فاهم الثلاث اجزاء اللي اتكلمنا فيهم فيما سبق. ان شاء الله ده كده النهايه، واشوفكم قريب جدا ان شاء الله في فيديو جديد في الجزء الجاي من سلسله التكنيكال SEO. والسلام عليكم.